السلام عليكم متتبعي قناتي وصفة مع صابرينا، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس وتكون صحتكم هايلة. نصليو كامل على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وارواحوا تشوفوا معايا اليوم الوصفة اللي جبت لكم، وصفة سهلة كي العادة وبنينة. صابرينا تجيب لكم غير السهل والبنين. جبت لكم بسبوسة بيضة وحيدة عندها قوام تاع قلب اللوز. هذه على بالي كون تجربوها رايحين ديروا بها حالة في رمضان إن شاء الله. دركا أروحوا تشوفوا معايا المقادير. شوفوا لهنا عندي كاس تاع السميد، يكون سميد متوسط يعني صفيو له الرقيق وخليو هذاك المتوسط. عندي لهنا كاس حليب، كاس غربع زيت، نص كاس سكر، وعندي حبة بيض ورشة ملح ومبشور ليمون. وعندي ثاني فنجال تاع نواة كوكو، تقدروا تعوضوه بالمكسرات. وعندي لافاني، وعندي كيس خميرة كيميائية. شوفوا لهنا نبداو نخلطوا في البيض تاعنا، نزيدوا له نص كاس تاع السكر اللي ما يحبش الحلاوة بزاف بزاف يقدر ينقص. ديروا ربع كاس تاع سكر. شوفوا تخلطوا شوية. هذه الوصفة ما تحتاجوا فيها لا باتور لا والو، يعني غير بالفوي تخدموها. ومن بعد مورا السكر نديروا الحليب لهنا رايح يزرب يذوب لنا السكر تاعنا. ومن بعد نقعدوا نخلطوا ونزيدوا هكذا الزيت تاعنا بالتدريج حتى نخلصوا هذاك الكاس غربع هكذا بالطريقة هذه. ومن بعد نروحوا نزيدوا دوكا النواشف. نتوما ديروا لافاني من الاول، انا نسيت ما درتهاش. شوفوا لهنا انا للامانه استعملت هذاك لا بودر تاع اللي فيها الذوق تاع ماء الزهر. هذيك رايحه تحمر لكم البسبوسه تاعكم، تعطيها لون مليح وثاني الجود تاعها روعه. هذا اذا حبيتوا تستعملوها ولا استعملوا لافاني، يعني عندها نفس الدور. لهنا كيما قلت لكم حطيت هذاك الفنجال ولا نص كاس تاع نواة كوكو، زدت له كاس تاع السميد كيما قلت لكم يكون متوسط، ودرت لها الكيس تاع الخميرة الكيميائية. انا لهنا زدت لافاني تاعي اللي كنت نسيتها من الاول وتخلطوا. شوفوا لهنا تخلطوها شوية وتخليوها وقت هكذا واحد الخمس دقائق ولا باش تشرب، على بالكم السميد من بعد يشرب. ما تزيدولهاش سميد وهي في المرحلة هذه. انا السميد تاعي ما يشرب ليش، من بعد زدت لها واحد هكذاك ربع كاس اخر تاع السميد. نتوما لا عاد السميد تاعكم مليح يشرب ما تزيدوش. لهنا نروحو نجيبو البلات تاعنا اللي راح نطيبو فيه، ندهنوه مليح بالزبدة، سورتو هذو الجوانب ندهنوهم مليح. البلات تاعي هذا صغير نورمالمون 18 ولا 20. شوفوا دوك نخلي لكم المقاس تاعو في صندوق الوصف. هكذا تقعدوا تخلطوا مليح. شتو انا لهنا لقيتها مازال شويه جاريه، زدت لها هذيك ربع كاس تاع السميد هكذا رايحه تجيني مليحه. من بعد نروحوا نفرغوها في البلاطو تاعنا اللي رايحين نطيبوا فيه. حبيتوها تجيكم عاليه صغروا لو بلاطو تاعكم. شوفوا دركا نحطوها طيب بيان سور على فرن مسخن مسبقا على 180 درجه حتى نشوفوها حمارت لنا في الحواشي. ومن بعد نشعلوا لها من الفوق. شوفوا لهنا رايحه نخدم الشربات تاعي باش رايحه نشربها. درت كاس سكر بزوج كيسان ماء مع نص حبه قارص، عصرتها وزدت حطيتها. كي يغلي لكم كي تغلي لكم الشربات تاعكم احسبوا لها 10 دقائق ونحيوها. شوفوا لهنا بعد ما طابت لي البسبوسه تاعي رايحين نشربوها. ثم لهنا انا لهنا عصرت هذيك الليمونه، الا عصرتوها صفيو هذا الخليط تاعكم
شوفوا الشربات تاعي أنا رايحة نزيد لها مغرفة كبيرة تاع العسل، يعني مغرفة عمروها مليح، راح يعطيها قو هايل، قو مليح بزاف بزاف. وكيما على بالكم السيرو تاعنا راح يكون خفيف، هذه رايحة تعقد لنا شوية السيرو تاعنا. ولا ما كانش عندكم العسل خليو السيرو تاعكم يغلي واحد ربع ساعة هكذاك، يعني حتى يثقل لكم شوية مليح. شوفوا لهنا نشربوا البسبوسة تاعنا بيان سور وهي سخونة، والشربات تاعنا تكون بردت شوية هكذا. نبداو في الحاشية ومن بعد نفرغوا في النص هكذا، نخليوها تتشرب. شوفوا الشكل تاعها كيما قلت لكم جات تشبه القلب اللوز. لهنا شوفوا بعد ما تشربت لي تميلوا هكذا البلات تاعكم، كيما تخرج لكم الشربات اعرفوها بلي راهي تشربتها كامل، يعني تخليوها واحد الساعة ولا هكذاك. ومن بعد هي شوفوا خليوها تبرد مليح باش تقسموها. انا هنا قسمتها وهي دافيه، يعني باش نكمل برك التصوير تاع لا فيديو. نتوما خليوها تبرد مليح، رايحه تحكم روحها خير من هكذا، والبنه تجي روعه كيما في رمضان ان شاء الله. ديروها الصباح وجدوها وحطوها في الفريجيدار في الفريجيدار وخليوها تبرد مليح، يعني في السهرة رايحين تلقاوها روعة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وتجربوها. سلام.